في العلاقات بنقع في فخ مين فينا اللي يكسب التاني، كأننا داخلين حرب. أول ما يبدأ الجدال، لا أنت غلط، لا أنت اللي غلط، لا أنت عملت كده. فاكر لما عملنا بنقعد نراجع بعض عشان هدف مين فينا يكسب التاني، مين فينا يقدر على التاني، مين يثبت ان هو صح، مين ياخد الاعتذار من الطرف التاني. ايا كان الكسبان والخسران، احنا الاتنين خسرانين، لانه اللي خسر هيبقى جواك جرح منك ان انت مصر ان انت تهينه وتقل منه او تحرجه او تثبت له ان هو غلط. احيانا عشان تكسب العلاقة ممكن شوية تتنازل، ممكن شوية تعترف بالخطأ رغم ان انت ما غلطتش عشان الدنيا تمشي كويس. اوعى تفكر ان انت لو كسبت انت الاقوى. انت ممكن تكسب النقاش، ممكن تكسب الجدال، ممكن تكسب الحرب اللي انت قومتها، بس في الاخر تخسر قلب، في الاخر تخسر الشخص نفسه. فمهما كان درجة الجدال مش كل مرة لازم تكسب. احيانا زي ما بيقولوا ايه، كسب القلوب اولى واهم من كسب المواقف. فوت بعض المواقف، سيبها تكسبك احيانا، او انت سيبيه يكسبك احيانا لو انت شخصيتك قوية، عشان تقدروا انتوا الاتنين تكملوا. مهم جدا في العلاقة ان احنا نفهم بعض، ان احنا نسمع لبعض. قبل ما يهمك انت تكسب يا اخي اسمع. يمكن حتى الخطأ اللي حصل هو مش مقصود، لكن هو الكوميونيكيشن او درجة التواصل بينا مش كويسة. مش مهم تبقى انت صح، المهم ان انت تفهم الطرف التاني عاوز يوصل لك ايه. العلاقات ممكن تبدأ غلط وتنتهي صح، وممكن تبدأ صح جدا وتفضل تتدهور بالوقت، وبعد كده الناس تقف، الا مش الاتنين دول اللي كانوا بيحبوا بعض؟ مش الاتنين دول اللي كانوا في افضل حالة؟ ايوه، عشان هم بدأوا صح، بس ما عرفوش ان المسألة عشان توصل لدرجة كويسة محتاج كل واحد يحط مجهود، ومجهود كبير كمان. بس كده.